افضل طريقه ان انت تعملي بيها البشاميل ان انت تساوي بين كل حاجه. اول حاجه هتحطي 5 مكعبات زبده، مش قادره تساويهم مكعبات اعمليهم بالمعلقه وحطيها على المعلقه كده، شوفيها تبقى قد المعلقه، تبقى تحطي بيهم 5 معالق. انا بفضل الزبده جدا في المكرونه البشاميل، بتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. اول ما تبدا تسيح ما تسيبهاش لغايه ما تاخد اللون البني، معنى اللون البني انها اتحرقت. اول ما تبدا تسيح هتنزلي عليها برضو بنفس المعلقه 5 معالق دقيق، هوريها لكم دلوقتي بمجرد ما هي ما تسيح. خلاص كده انا حطيت الدقيق. هعرف منين ان الدنيا مظبوطه معايا وان الدقيق قد الزبده؟ انه ما يبقاش سايح زياده عن اللزوم، ان هو بمعنى اصح كله مش هيبقى كتله، برضو معنى ان هو كتله ان الزبده اقل من الدقيق. لا، كله يبقى متجانس مع بعضه، لا سايح ولا ماسك، هو معنى كده ان البشاميل بتاعي مظبوط. وابدا بقى اشوح. خلاص كده هو اتشوح معايا، ابدا انزل عليه اللبن. المفروض تنزليه دافي، بس انا بقى بستخدم اللي عندي على طول، فهحط الساقع. قد ايه للمعيار ده؟ حوالي كيلو وربع. انا حطيت حوالي كيلو وربع او كيلو، يعني ما وصلناش لكيلو ونص. هشوحه ويعني هخليه يدفى شويه، واحط عليه شويه ملح وفلفل اسود وشطه وسبع بهارات. انا بحب احيقه كده، الناس اللي ما بتحبوش كده براحتكم. وهوريه لكم بمجرد ما هقلب. هنا بعد ما حطيت نسبة ملح طبعا قليلة عشان ناخد بالنا واحنا بنحط البشاميل ان اي حاجة تانية هنعملها، يعني صوت الفقاقيع مثلا اللي انتوا سامعينه ده صوت اللحمة المفرومة اللي هعصب بيها المكرونة بشاميل. اي حاجة هتعمليها مع البشاميل هتحطي معاها ملح، فنخلي بالنا ونحط نسبة ملح صغيرة. وحطيت نسبة شطة صغيرين، وحطيت حبة فلفل اسود وحبة سبع بهارات. في ناس ما بتحبش تحطهم، بس جربوا تحطوهم هيبقى حلو جدا. الناس اللي بتحب لون البشاميل يبقى لونه محمر شوية حطوا فيه سنة بابريكا. انا مش هقلبه دلوقتي، هسيبه طبعا عشان خاطر القشطة تفك شوية، لان انا حطيت القشطة بتاعة اللبن، فهسيبها تفك مع اللبن شوية، وانا مخليه النار وسط عشان خاطر يبدأ يتجانس كله مع بعضه، وبعد كده ابدأ اقلبه واحدة واحدة. عايزة بقى البشاميل يبقى جوسي ويبقى المكرونة دايبة كده مش مجعلصة ببعضها. هتعملي البشاميل زي ما انت شايفة كده، وسط، لا تقيل ولا خفيف، والحمد لله مش مكلكع خالص. عايزاه سايح شوية هتقفلي عليه قبل ما يوصل للقوام ده. عايزاه تقيل هتسيبيه لغاية ما يتقل جدا. ما شاء الله عملت بالبشاميل مكرونة بشاميل. عايزة اوريكم قد ايه البشاميل كريمي. شايفين؟ بشاميل كريمي وفظيع وحلو جدا جدا جدا. فظيعة، جوسي وحلو جدا جدا جدا. جربوه في اي بشاميل اللي هتحبوه بصراحة. بشاميل مظبوط جدا مع المكرونة مع البطاطس مع الكوسة، حلو جدا جدا جدا. شفتوا مكرونة بشاميل جوسي بالمنظر ده قبل كده؟ شايفين؟ سايحة خالص مع البشاميل، فظيعة. لو عايزين الطريقة اكتبولي في التعليقات.